هنكمل آخر جزء في الصفحة رقم 11 وهي النقطة رقم 7. هنشوف بيتكلم فيها عن إيه وهنبص مع بعض في الكتاب عليها حالا. النقطة رقم 7 هنا اللي هنشوف هو عايز مننا إيه فيها. جايب شوية أسئلة وجايب جدول معدول وجدول فيه أسماء مقلوبة. تعالوا نشوف مع بعض هو عايز إيه. Pregunta a tu compañero. اسأل زميلك. Pregunta يعني يسأل أو اسأل من فعل preguntar. Pregunta a tu compañero. اسأل زميلك. Y completa وأكمل los nombres y apellidos وأكمل الأسماء وأسماء الألقاب. هنا جايب مجموعة أسئلة والأسئلة دي هنشوف معناها. اتفقنا إن اللغة الأسبانية فيها علامة استفهام مقلوبة قبل السؤال وعلامة استفهام معدولة بعد السؤال. والسؤال الأول هنا كلكم شاطرين عارفينه. ¿Cómo se llama؟ يعني اسمه إيه سواء هو أو هي هنشوف. ¿Cómo se llama la estudiante A؟ هنا جاي في الجدول الحروف A B C D E F G H I J K L في الجدول اللي معدول. هو بيقول ¿Cómo se llama la estudiante A؟ اسمه ايه او اسمها ايه الطالبة بتاعة المربع A اللي موجودة في المربع A. La estudiante يعني الطالبة. La estudiante يعني الطالبة. طب الطالب يعني ايه لما يكون مذكر؟ el estudiante. el estudiante يعني لا هي أداة التعريف بتاعة المؤنث، وال اللي من غير أثنتو من غير شدة هي أداة التعريف بتاعة الشيء المذكر المفرد. تمام؟ لا و ال. لا estudiante يعني الطالبة. ¿Cómo se llama la estudiante A؟ هو بيجاوب قدامها وبياخد الإجابة من الجدول وبيقول لك ماريا. ممكن أقول se llama ماريا وهنا هو بيقول لك ماريا. السؤال الثاني ¿Cómo se deletrea؟ يتكتب ازاي أو استهجاه ازاي؟ ¿Cómo se deletrea؟ فهنقول M A R I A. تمام. السؤال الثالث برضو خدناه y de apellido اسم اللقب. y de apellido الابييدو بتاعها زي ما هو مكتوب في المربع رقم A على الشمال رويث لوبيث. رويث لوبيث. ¿Cómo se deletrea؟ R U I Z وبعدين حط فاصلة كوما بين الاسمين والابييدو التاني L O P E Z. حلو قوي. ¿Cómo se deletrea؟ R U I Z L O P E Z. طيب ايه موضوع الابييدوس في اسبانيا؟ انا هقول لك. انت مثلا على سبيل المثال في اسبانيا اسمك كارلوس روميرو. اسمك كارلوس واسم اللقب بتاع عيلتك روميرو، وبعدين اتجوزت واحدة اسمها ماريا لوبيث. ماريا لوبيث. لما انت بتخلف اولاد او بتنجب منها اولاد فالولد اللي بيتولد بياخد اسم اللقب بتاعك الاولاني واسم اللقب بتاع عيلة مامته. يعني انت اسمك كارلوس روميرو وهي اسمها ماريا لوبيث، فالولد مثلا لو اسمه خوان هيبقى اسمه خوان روميرو لوبيث. بياخد اسم اللقب بتاعك واسم اللقب بتاعها. ودي كل الاسماء في اسبانيا بالمنظر ده مختلفين عننا تمام. طيب كل الناس الشاطرة كل الناس الجميلة المحترمة اللي معايا هتلاقوا هنا في مربعات فاضية اللي هي في حرف الب وحرف الد وحرف الاف وحرف الاتش وحرف الخطة وحرف ال. المعلومات دي هتجيبوها من الجدول اللي مقلوب في الناحية التانية. هتعدلوا الكتاب هتلاقوا بقية الحاجات اللي ناقصة. اللي أنا طالبه منكم على قد ما تقدروا كل واحد يختار حرفين أو 3 حروف ويبتدي يعمل زي ما الكتاب عامل ويسأل مثلا لو ولد أو بنت. لو حد متلخبط في الأسماء أنا هقول لكم المرة الجاية الأسماء دي مذكرة ولا مؤنثة عشان لما أجي أسأل السؤال الأولاني أقول ¿Cómo se llama la estudiante؟ أو ¿Cómo se llama el estudiante؟ بقى ولا ب ولا ث حسب كل حرف. وتبتدي تجاوب على الأسئلة وتاخد الإجابات من المربعات المعدولة أو المقلوبة وتقولوا لي المرة الجاية عملتوا الأسماء والإجابات دي إزاي، وأنا متأكد إنكم هتعملوها كلها صح. وعلى سبيل المثال عشان أسهل لكم الدنيا هاخد واحدة من الأمثلة اللي موجودة دي
في أحد الأمثلة المقلوبة مثلا في أتشي على سبيل المثال، طبعا هو اسمه في أتشي ميغيل جونثاليث روميرو، معنى كده إن جونثاليث ده اللقب بتاع عيلة باباه وروميرو ده اللقب بتاع عيلة مامته. طيب هنا هنقول بقى السؤال كومو سياما الاستوديانتي عشان هو اسم ولد طبعا، ماشي ميغيل، فهقول كومو سياما الاستوديانتي اتشي اللي موجود في مربع اتشي، فهقول ميغيل. كومو se deletrea M I G U E L. y de apellido الابيضو بتاعه جونثاليث روميرو. ¿Cómo se deletrea? G O N Z A L E Z بعدين روميرو R O M E R O. الموضوع سهل جدا مفيهوش اي صعوبة. احنا دلوقتي بنقدر نعمل ديليتريار او نتهجى الكلمات بشكل سهل جدا، كمان حفظنا ترتيب الافعال، كمان قدرنا دلوقتي نعمل حوار سهل جدا ب como te llamas me llamo كذا y tú me llamo كذا y de apellido كذا وهو يسألك y de apellido وبعدين como se deletrea الابيدوس بتاعتك او الاسم و como se deletrea. سهل جدا مفيش فيه اي صعوبة لحد دلوقتي، وانا متأكد انكم اشطر كتير جدا ما انا متوقع. قبل ما اختم الدرس عايز اقول لكم على شوية جمل سهلة جدا تحفظوها وتعرفوها عشان هنستخدمها كتير جدا سواء في اولى ثانوي او في تانية ثانوي او في اي حوار موجود في حياتنا لما نكبر وتخصصنا في اللغة الاسبانية واشتغلنا ونسافر اسبانيا ونسافر امريكا الجنوبية. الكلمات دي لازم هنستخدمها. صباح الخير buenos días. buenos días بتقولها الصبح لما تصحى لغاية قبل الساعة 12 الظهر. buenos días. بعدين buenas tardes مساء الخير اللي فوق buenos ودي buenas tardes مساء الخير، ودي بنقولها بعد الظهر لغاية وقت 7 و8 بالليل. وبعدين عندنا آخر حاجة buenas noches يعني تصبح على خير. قبل ما تدخل تنام بتقول لحيلتك أو إخواتك buenas noches معنى كده إن أنا داخل أنام. ما تقولهاش طبعا وانت داخل على اصحابك تسلم عليهم وتفتكرها ان دي تحية منتصف الليل فتدخل تقول لهم بويناس نوتشز وتقعد معاهم، فالمفروض تقول بويناس نوتشز تدخل تنام. بوينوس دياس بويناس تارديس بويناس نوتشز. واخر حاجة اقولها لكم هاستا لا بروكسيما يعني اشوفكم الحلقة الجاية. اي حاجة مش واضحة في اللي انا قلته في المرة دي او في المرة اللي قبل كده اكتبوها لي في الكومنتس على الفيسبوك على التويتر على اليوتيوب او التيك توك، وانا هكون معاكم دايما وهرد عليكم في وقتها. شكرا ليكم من متابعتكم. هاستا لا بروكسيما.